أنا صار لي بلبنان سنة ونص لسنتين تقريبا. الآلات الموسيقية العود هي مصلحتنا الأساسية من لما كنا بالشام، لأنه أبي وعمومي وجدي كلياتنا بنفس المصلحة. ورثناها وراثة من جدي. حتى جد والدي بيشتغل بالخشب والموبيليا هالقصص هاي. وبسوريا عامة المصلحة بتتورث للأبناء بشكل تلقائي، وخاصة انه انا اكبر واحد من اخواتي، فاجباري انا بدي اكون ورثت هالمصلحة، علمني اياها من لما كنت صغير. حبيت المصلحة كتير أنا، وعم ياخدني أبي أنا بالمراحل اللي أنا صغير فيها. بس كبرت فتت ديكور ومنجور عربي، درست النجارة بشكل أكاديمي. بعدين درست فنون تشكيلية لحتى كل ما تعمقت أكثر بهالمصلحة وآلات موسيقية. وبشكر الله إني بمصلحة الآلات الموسيقية، لأني كتير بحبها وبحب صناعة الخشب بشكل كتير كبير. جدي بيعزف كذا آلة موسيقية وساوى عود هدا لأم كلثوم. كذا مرة حكينا بهالموضوع انه والعود موجود لهلا بمتحف ام كلثوم بالقاهرة، وصنع كونتور باس، لانه جدي خريج معهد عالي للكونتور باس. والكونتور باس اليوم موجود عند احد فنانين كبار فنانين الشام. في فرق كتير كبير بين سوريا ولبنان من ناحية السوق. سوريا خط نقطة واسعة كتير كبيرة، والبلد كبير. قد ما صنعت انت او اذا كان كبر عدد الصناع بسوريا، قد ما كبر بيتم ضايع، لانه بلد كبيرة. لبنان محصور فيها صناع لبنانيين صاروا كبار بالعمر. جيت لفوت على السوق، ما استقبلوني من اول مرة. ما رضيوا انه ياخذوا من عندي بضاعة من اول مرة، لحتى ما اول مرة وتاني مرة ورخصت شوي بالسعر. هي شغلة اساسية، بدك تنزل شوي تتنازل شوي لتقدر تفوت على الخط. أنا بصنع عود وبزق. طبعا بكل آلة بتواجه فيها شوية صعوبات. هلا العود آلة أساسية عنا إياها كانت بالشام. البزق كان شوي أقل، ما كنا نصنع البزق بشكل مستمر. كنا العود دائما خط إنتاجنا على العود وبس. تقريبا البزق على حسب الطلب. بلبنان في أخشاب كتيرة، الحمد لله إنه موفر الأخشاب، بس المشكلة فيها إنه هون عشرات الأضعاف السعر عن سوريا. بسوريا كنا نجيب خشب الجوز اللي هو أفضل أنواع الخشب للعود، كنا نجيبه ببساطة. وخشب خشب الجوز البلدي معروف عالميا إنه من أحلى العرق الخشب وأحلى الألوان. الجوز بيجي لونه على سواد بني محروق، كتير بيطلع حلو على العود. بده 10 ايام ليخلص، او على حسب اذا كان بقى بده زخرفه، اذا في زخرفه معقده او مراحل تصنيع مواصفات معينه لصانع طالبها. هاي المراحل تاكل وقت اكثر، ممكن توصل للشهرين لصناعه عود واحد. العود الاساسي خليني احكي ضمن عود سوري، بيجي رخامه الصوت وشرقيه العود ما بتلاقيها بعود الكتريك، لا يمكن تطلع. هلا بكل كل بلاد العالم
بالاحرى يعني الدول العربيه كل عود له ميزه صوت معينه. العود الدمشقي معروف او السوري، العود العراقي، العود المصري والتركي، وباقي يعني الدول اللي بتصنع عود، بس هدول اشهرهم يعني بصنعوا عود. كل عود وله نكهه معينه، لا يمكن هذا العود ياخذ طابع هذا العود ابدا.